السلام عليكم صحابي. اليوم غادي نهضروا على سيستم ايوس 26 ايوس 26 تاع ايفون. اخر تحديثات ديال الايفون. اول حاجه ابل بدلت الديزاين كامل وسماتو ليكيد جلاس، يعني شكل يضوي وشفاف بحال الزجاج، يعني كيتحرك مع الصبع ديالك، داير داكشي بحال الماء ترونسبارون شفاف. تاني حاجه دخلت بزاف ديال الذكاء الاصطناعي في التطبيقات ديالها، ولكن ما خدامش مزيان غير في التليفونات الجداد بحال اللي فيهم A17 برو. تالت حاجه زادت فيها كار بلاي، بزاف ديال الحوايج كيعطيك مثلا انشطه مباشره ويتجي تقدر تكونيكتيهم مع هذاك ليكرون تاع الطوموبيل وتخدم. الناس اللي عندهم طوموبيلات جداد غادي تعجبهم هاد النوطه. ولكن حاجه اخرى شويه فيها ديرونجمون، يعني الناس اللي داروا ميزاجور كاين شويه مشاكل لقاوها في الكالندري، والباتري كينقص شويه بالنسبه للتليفونات القدام. هاد المشاكل لقاوها في الناس اللي داروا تحديثات ميزاجور، لقاو شويه مشاكل مع هذاك الكالندري نتاع ابل وشويه الباتري. اخر نقطه وحاجه زوينه، ابل يعني دارت نوتيفيكاسيون تقدر تكونيكتيهم مع يعني لي واتش، هذوك السوايع الاخرين كانت في الاول محبوسه غير في الساعه نتاع ايفون. اليوم خلاتك يعني اي ساعه تدخلها تقدر تتصل بالايفون ديالك ويوصلك النوتيفيكاسيون لي زابيل وكاع المسائل. هذه مزيانه في الميزاجور اللي داروها ايفون. كانت في الاول اللي عنده ايفون خص ضروري يكون عنده ساعه نتاع ايفون. نصيحه قبل ما دير الميزاجور ديما دير باك اب، خاصك تعرف واش التليفون ديالك غادي يستافد من ميزات كامله ولا الا ما كانش بلا ما دير له هذا ميزاجور.